فلو عندك ساعة ونص جايبهم بمال حرام اتفرج على الفيلم ده. يعني انت عندك رفاهية انك تتعشى على كوكب يا واخد وسايب بنتك الابر هارتها، مفيش ولا مشهد واحد مفيهوش غلط، حتى المشهد اللي قاعدين بيتكلموا فيه عادي برضه فيه غلطات. لا مش بس كده، ده انا هجيب لمراتي خاتم الماس كمان، كانه بيقول لك شايف القصر ده مش هبيع، شكل جملة غسيل اموال. التتر اللي نازل ده يا باشا، انا اجزم ان الفيلم ده اكتر فيلم عبثي شفته في حياتي. المفروض ان انا كنت عاوز اعمل فيديو روتيني جدا، بس اللي اكتشفته ان الفيلم ده لا نفع تحليل ولا ريفيو ولا اسئله ولا نفع في اي حاجه. فلو عندك ساعه ونص جايبهم بمال حرام اتفرج على الفيلم ده، ولو لا مؤاخذه ما عندكش اتفرج على الفيديو ده لانه اكيد هيكون اقصر من ساعه ونص. الفيلم حرفيا عباره عن غلطات كتير بتتحط فوق بعض، والنبي يا اسطى وانا بعمل كده بحط غلطه هنا هنا هنا، فاهم، باين لهم ان انت بتعرف تمنتج. الفيلم عباره عن غلطات كتير بتتحط فوق بعض. بعد اذنك بس ممكن تعمل اللي انا بقول لك عليه وما ترخمش في المونتاج. الفيلم حرفيا عباره عن غلطات كتير فوق بعض، وفي الاخر المفروض بتوصل لنتيجه. النتيجه دي انا ما اقتنعتش بيها، لان المفروض ان كل ما هو منطقي ما فيه. فلما تيجي النتيجه نعتبر ان ده المنطق ودي النتيجه، لما تيجي النتيجه كده فده مش صلب كده برضو، فاهم. من الاخر اعتبر الفيديو ده فيديو رياكت على الفيلم. اسف، غلطات الفيلم. هات مشروبك وتعال. بنلاقي طارق وشادي داخلين علينا بعربيه وبيطفوا الانوار، والظاهر ان في حدث مهم او انهم داخلين على عصابه او ما شابه. فمبدئيا كده فتح كلام بنلاقي الكاميرا بتتهز بطريقه تدوخ. هل يا كامل دي حاجه مقصوده؟ ما هو اكيد المشاهد كلها اللي بتطلع من الكاميرا انجلز مهزوزه كده، معنى كده ان دي حاجه مقصوده. هقول لك ايوه يا حبيب اخوك، دي سكيل اخراجيه واسمها تشيكي كام. بتستخدم ليه؟ علشان تخلق حاله تركيز وتحسسك انك جوه المشهد. طب ايه المشكله يا عم كامل؟ المشكله في اللقطات اللي بعرضها لك دي. بالله عليك ما حسيتش بدوخه؟ فعليا شكرا المخرج والله، بس انت المفروض ما تافورش في السكيلز اللي عندك، ما تفضلش تسبام وتحلب فيها علشان ما تبقاش اوفر وتضايق. خد عندك مصيبه كمان، لما طارق وشادي بيتكلموا مع بعض شادي بيتضرب بالنار. تعالى لي بقى للمصيبه، هو ازاي الازاز اللي اتكسر الازاز اليمين والطلقه جت في قلبك؟ ما هو منطقي ان الطلقه تيجي يمين علشان الازاز اللي اتكسر يمين. شوف ولاد اللعيبه محترفين لدرجه ان هم عملوها ارتو. ما ازاي يا معلم الازاز اللي اتكسر يمين والطلقه في ناحيه الشمال؟ منطقيا وفيزيائيا وفسيولوجيا ما ينفعش، حرام شرعا. فالحاجه المنطقيه الوحيده هنا ان الاخ طارق يكون هو اللي ضرب صاحبه بالمسدس اللي معاه ده. رجاله وانا بمنتج اكتشفت مصيبه. هنا الطلقه قعدت واكلت وشربت وكبرت وبقت عروسه وعلى وش جواز ومتقدم لها شوت جان، بعدها هتلاقي الازاز بدا يظهر يعني هنا كده. فبس دي حاجه كنت عاوز اقولها واستمتعوا يعني. احنا في الدقيقه كام على العبث ده كله؟ اقسم بالله في الدقيقه الواحد ونص. فشكل ليلتنا طويله، وقوم هات لك حاجه تاكلها. بعد 3 دقايق من الاوبننج كريديتس الممل جدا واللي الميوزك بتاعته مزعجه جدا، بيجي ستبليشنج شوت لقصر كبير وضخم جدا، وباين من القصر ده ان اللي ساكنين فيه ناس اغنياء. فبتيجي بنت صغيره تصحى ابوها اللي هو طارق، فبيصحى غاسل وشه واخد دش وفايق وبيهزر معاها. مش عاوز ارخم والله، بس مين بيصحى ينط من على السرير كده غير واحد فايته سكشنين ولا حاجه؟ المهم اننا بنعرف ان الطفله دي تعبانه وعندها مرض ما بيخليها تاخد ابر في صباعها، وهنعرف بعدين علاجها واقف على ايه. بيروح طارق الشغل اللي شغال فيه الصبح مهندس وبالليل فحل، فبيلاقي واحده اتسرقت منها شنطتها وبيمسك الحرامي يضربه. فحاجه في منتهى ارجوك رقمك بسرعه مش قادر اتنفس. المهم ان المشهد ده مضحك بطريقه مرعبه. هو فتح باب العربيه علشان يوقعه، والواد فعليا وقعه غبيه جدا كانه فتح عليه باب السماء. وبعدين ده مش شكل حرامي، ده شكل موظف في بنك مصر، والضرب بيكون ساذج جدا. مصطفى قمر بيضرب الواد تحت والكاميرا فوق علشان الضربه ما تبانش. انت متخيل الاخراج ضعيف قد ايه؟ معلش انا عارف ان انا بلاحظ حاجات كتير في وقت مش مناسب، بس يعني دي ايده وده وش الولا. يعني في هنا الحته دي انا قلت قبل كده ان انا ممكن اعيش فيها، انا انسان اقتصادي جدا. يا ابني ايدك هنا وانت يا حبيبي انت كده مش ضارب الواد، انت كده ضارب حاجه. مصطفى قمر شغال يضرب الواد على الهوا من تحت، يضرب الواد على الهوا يجي ساوند افكت صوت ضربه كده. بقى انا اشتريت صح كده، انا اشتريت. زودوا يا عم 200 جنيه للراجل وهيتضرب عادي. احنا في الافلام اللي بره بنناقش ان مشاهد الضرب لازم تكون بزاويه 90 عكس المشاهد علشان تبقى بالجنب كده، فنعتبر ان ده مكان الضربه ودي الايد اللي بتضرب، فالزاويه تكون بالجنب، فلما يجي يضرب ما تبانش حقيقيه ولا لا. فلما بضربه كده ما انت شايف ان الضربه ما جاتش، ما هيعدي الفراغ يا معلم. هنا بقى احنا قلنا بلا 90 بلا 80، احنا نشيل الكاميرا خالص بقى. الفكره نفسها حاجه في قمه يا كليشيهات الدنيا، زي البنت اللي بتقع منها كتب فالواد يجيبهم فيلموهم مع بعض فخلاص كده يا اتجوزوا. لا يا عم دي ادمت قوي. بدل ده هنخلي البنت يتسرق منها شنطه، فالفحل العنتيل يروح ياخد الشنطه من الحرامي ويضربه، ومن هنا خلاص يا اتجوزوا. خلاص اتجوزوا خلاص، الحرامي وفق راسين في الحلال. المهم ان عنتلنا بيكون طالع الشركه، فالبنت اللي انقذ حياتها علشان هو فحل رجعت له تاني، فبتسبله وبتكون من الاخر عايزه تشقطه. ليه؟ علشان هو فحل قناص الحاجات اللي انت فاهمها. المهم ان هي بتديله الكارت بتاعها وهو بيكرف لها وبيقول لها ما بشيلش كروت. حاجه قمه في الكاريزما والله. يعني ارجوك اديني رقمك هموت مخنوق. فبتقول له مش مهم انا هعرف اوصل لك. اول حاجه توصلي له ليه، تاني حاجه هتوصلي له ازاي. ده كان احدث تليفون 2012 اللي هو السامسونج الاس 3 اللي هو كان عامل كده، اللي كان 20% تفصله وتشغله تلاقيه 100% عادي ولا تهز. المهم ان طارق لما بيتكلم مع مراته بنكتشف ان بنتهم مريضه ومحتاجه فلوس كتير جدا علشان تتعالج. الفكره بقى
لا في فلوس ايه؟ انت عايش في قصر يا معلم، صباحك فل. مش هقول لك بيع الفيلا دي، ولا هقول لك بيع العربيه، ولا هقول لك بيع دهب مراتك. اقسم بالله لو بعت الكنبه اللي قاعدين عليها دي هتعمل لبنتك العمليه عادي. المهم انهم بطريقه ما بيتقابلوا، والبنت اللي اتفحلن عليها وبيتكلموا مع بعض في اللاشيء. بس بنستفاد من المشهد ده اننا بنعرف انها كمان متجوزه وعندها طفل. هل فاكر ان المشهد كده خلاص عدى من غير مشاكل؟ لا، في مشاكل برضه في الميوزك الباك جراوند. تحس انها ميوزك موتره وغريبه جدا، صح؟ طب ايه اللي يخليك تحطها في مشهد بيتكلم فيه عن بنته وعن قد ايه هو بيحبها وانه موجود علشان يساعدها؟ فلحد دلوقتي الفيلم عامل اداء جبار، مفيش ولا مشهد واحد ما فيهوش غلطه. حتى المشهد اللي قاعدين بيتكلموا فيه عادي برضه فيه غلطات. المهم ان بعدين بنشوف طارق وهو في الشركه، فشادي بيدخل عليه، وبنعرف من هنا ان طارق بيحاول يخون مراته وجايب شادي علشان يديله عذر ما علشان يريح ضميره. وبيجي عيد ميلاد سلمى بنت طارق وتيجي اعبس اغنيه اطفال في السينما المصريه. حرفيا تحس انك قاعد في الدارك ويب. عارف الفيديوهات المرعبه اللي بتلاقيها متسربه من الدارك ويب دي؟ اهو هو ده. كنت ناوي اكرف للاغنيه وما اتكلمش عنها في الفيديو لحد ما اخدت بالي من كلماتها. توم جري على جيري قال له ما تنساش تعزم ميكي، تقريبا بيحاول يظبطها. وبنلاقيهم طول الاغنيه بيشاوروا على حاجات هم بس اللي شايفينها. اصل تخيل ما فيش صوت وهم قاعدين في الجرين سكرين بيعملوا الحركات المريبه ده، فانت فاهم الموضوع مرعب ازاي. المهم ان باربي اشترت فستان علشان تيجي، وسبايدر مان جاي رخامه. والله بيقولوا كده في الاغنيه. استنوا بس يا جدعان، ده الحوار طلع كبير. دول ركبوا صاروخ ورايحين الفضاء والموضوع طلع مرعب. لا ده في حوار كمان، تعال. ده بيقول لك هناخد لفه بالمقشه ساعتين فوق كوكب نتعشى. يعني انت عندك رفاهيه انك تتعشى على كوكب يا واخد وسايب بنتك الابر هارتها. المهم ان لما عيد الميلاد بيخلص بنلاقي سلمى تعبت جدا وداخت وقعت على الارض. ما طبعا لازم تتعب وتفرب منك، ما انت راجل عمال مشحطط فيها وكل شويه على كوكب. المهم انهم بيروحوا للدكتور وبيقول لهم انه مش هينفع اكتر من كده، البنت محتاجه عمليه زرع نخاع. بعديها على طول حرفيا بثانيه يجي ستيبليشنج شوت على القصر اللي قاعدين فيه، كانه بيقول لك شايف القصر ده؟ مش هبيع. طب يا عم كوكب من اللي معاك مش باين. لا مش بس كده، ده انا هجيب لمراتي خاتم الماس كمان. يبقوا لسه حرفيا متكلمين انهم عايزين فلوس لعمليه بنتهم، في وقتها في نفس المشهد في نفس اللحظه يدي لمراته خاتم الماس. انا لازم اشوف حد سريع لسلمى وعملها العمليه. يا حبيبي المهم نكمل فلوس العمليه. ما تقلقيش انا هتصرف باي شكل، هتصرف. ربنا معاك. كل سنه وانت طيبه. غالي قوي غالي قوي. ده بيستفزني. انا اتعصبت جدا. يا كابتن هجيب لمراتي خاتم الماس. طب وبنتك اللي صدرها ولع من الابر؟ يا عم ما تشغلش بالك، انا بالليل بوديها نتعشى كوارع في زحل ولا اورانوس ولا اي حاجه. المهم انه بيروح يتعشى مع الحنشيه بتاعته بس في مطعم عادي. تقريبا الوقت اتاخر، الكواكب قفلت. المهم ان هي بتقول له انا حاسه اني عارفاك من زمان. ايه الجمله دي؟ والله يا انت في 2012 مش في 1012. شويه اقول لها لا بس انت عقلك سابق سنك بكتير. المهم انهم بيروحوا يمارسوا البينج بونج مع بعض. مش عارف ايه التناقض ده بس ماشي. الفكره ان من شويه كانت بتقول له جوزي غيور وسايبك نازله كده في مطعم بالليل مع واحد ما تعرفوش، وكمان شويه رايحين تعملوا واحد. بيروح البيت وبيفهم كل الناس اللي حواليه ان هو طالع عليه بلطجيه وبيحاولوا يسرقوا الكواكب اللي معاه، وبيتكلموا مع بعض في انهم لازم يسافروا. طب عارف احنا ممكن نبيع الفيلا ونعمل عمليه سوسكا بره. طب ما تعملوها جوه. انا اتعصبت جدا بجد. المهم انه بيقول لها ان الفيلا عليها اقساط كتير ولو دفعوا الاقساط دي مش هيبقى حاجه. طب ما برضه الخاتم الالماس. انت عارف هما بيسدوا الغلطات اللي في السكريبت دي بحاجات بسيطه علشان المشاهد ما يرجعش يقول اقفش غلطه. بس ستيل الغلطات الكتير اللي مبنيه على الغلطه الام مخليه ان اي مبرر هتقوله هيطلع غلط. المهم ان هند اللي كان بيبنج بونج معاها بتروح له، فبيتفاجئ جدا وبيتخض علشان ما كانش بيرد عليها في التليفون. فبنلاقي الكاميرا هاي انجل علشان تبين قد ايه الموقف اللي هم فيه اكبر منهم. مش عارف اتقبل منكم اي فنيات بصراحه بعد العبث اللي بتعبسوه ده. فالمهم اننا بنعرف ان في واحد بلطجي صورهم وهم بيمارسوا البينج بونج، فبيساوم طارق على الصور والفيديوهات دي، فراح له بيته وطلب منه 200,000 جنيه. طب مبدئيا كده دخل هنا ازاي عادي؟ الفيلا اللي زي دي بتبقى في كومباوندز ومتامنه جدا وما بيدخلهاش اي حد غير اللي معاهم QR كود، ووقتها كان كارت صغير كده. فدخلت ازاي يا عم الدنيا بالعربيه بتاعتك دي؟ الله اعلم. فهند بتكلم طارق وبتقول له ان الراجل ده كلمها. بيتقابلوا فين؟ في بيت صاحبتها. طب بالنسبه لجوزك الغيور ايه؟ طارق بيروح للراجل علشان يديله الفلوس واللي بتكون 200,000 جنيه. طب طالما قدرت تجمع 200,000 جنيه، طب والبنت اللي صباعها بقى عامل زي السفنج من كتر الابر اللي بتاخدها، ده ايه نظامها؟ العمليه كلها على بعضها مش تتكلف 200,000 جنيه؟ ده 2012 كانت اغلى عمليه هي الزايده وب 700 جنيه. المهم ان طارق داخل مكان شعبي واللي المخرج هنا بيصوره لنا في هيئه واحد ماسك مطوه وبيندب خالد، مع ان ده ما بيحصلش. مفيش حد عنده الجرأه انه يعمل ده. اقل مخبر يمسكه ويديله 4 في 15 في 45 في سنتين سجن. محدش بيكون عنده الجرأه انه يعمل كده. المهم انه بيدخل وبيلاقي سليم الراجل البلطجي قاعد قاعده ايقونيه وواحد بيخدم عليه وقدامه الفاكهه وهو حاطط رجل على رجل، مش عارف ايه القعده التناكه دي، وبياكل سوشي. هو ايه ده؟ والله بلطجي من المعادي. فبيديله الفلوس وبيمشي. وبنروح مع هند اللي بتكون متخانقه مع جوزها، فجوز صاحبتها بياخد منها التليفون وبيكلم جوزها. حرفيا بيقول له لو فكرت
تتصل تاني على الرقم ده انا هنسفك من على وش الارض. ايه هنسفك دي؟ ايه الجمله اللي ما اتقالتش من ايام فيلم الارض دي؟ وبعدين انت مش كنت اسرائيلي؟ سليم الشيمي بيطلع قاعد مع مرات طارق وبيهدده من غير ما يخلي مراته تاخد بالها. وانا همسحك من على وش الارض. يا جماعه ايه حكايه الارض معاكم؟ فشادي بيقول له بدل ما يدي للراجل 300,000 جنيه يدي له هو 30,000 وهيخلص له الحوار ده كله. فراحوا فعلا وشادي قال له انه هيدخل يخلص عليهم كلهم. المهم ان شادي بيموت يعني، وطارق بيروح عادي جدا يقول لمراته اعذريني علشان ما جيتش معاكي للدكتور. يا كابتن صاحبك لسه ميت دلوقتي حالا. يا عم مراتي هتزعل مني. طب وصاحبك اللي بيدفن على الصحراء من غير كفن ده ايه نظامه؟ بقول لك مراتي هتزعل مني. فبيروح لسليم ويديله الفلوس. المهم ان الحوار بيخلص وبيركب مع هند. طب والواد اللي اتدفن بقاله 3 ساعات ومش عاملين له اعتبار ده ايه نظامه؟ طارق بيروح للدكتور وبيقول له اخبار كويسه عن بنته وعن مرضها. طب في واحد انسان كده عايش وبعيش ومات وبيروح يبيع عربيته اخيرا وبيجيب عربيه على قده علشان فلوس العمليه. طب الواد ده راح فين؟ وميوزك متفائله بتبدا تشتغل والدنيا بتبدا تكون حلوه وسعيده. كان في عيل صغير كده اختفى. المهم ان طارق بيروح الشركه وبيدور في كل الجرايد عن اي فضيحه كده ولا كده لا يكون سليم فضحه. ما هو منطقيا اول واحد هيكون عارف الخبر ده هو انت. المهم اننا بنعرف ان شادي استقال قبل الحادثه اللي حصلت له دي. فمن هنا طارق بيدرك ان كل اللي حصل ده لعبه من شادي علشان يلهف منه القرشين. فطارق بيروح له بيته. الموضوع سهل للدرجه دي. ازاي ان لو شادي ذكي لدرجه انه يضحك عليه بالطريقه دي سايب عادي ان الناس في الشركه عارفين انه استقال؟ هو عارف ان الناس عارفه هناك فممكن يقولوا لطارق في اي وقت. ازاي ما امنش نفسه وعايش في نفس البيت اللي طارق عارفه؟ ما هو منطقيا طارق هيروح له. المهم ان بجد اللي جاي ده ضحكني جدا وانا بكتب السكريبت. ان طارق راح لمراته وقال لها انا عايز اعترف لك بحاجه. فقالت له اسكت مش عايز اسمع منك حاجه، انت متغير ما بقتش مهتم ببنتك ولا معبرني ومش عايز اسمع منك حاجه، طلقني. طب ما هو الراجل لسه ما نطقش، الراجل لسه ما اتكلمش. انت عملتي مشكله وكبرتيها واثبتيها ولقيت الحل اللي هو الطلاق، وطارق يا عيني لسه ما كملش جمله عاوز اعترف لك بحاجه، هو لسه عند اعترف لك. المهم ان طارق بيروح يلاقي اللي نصبوا عليه قاعدين عادي وداخلين يمارسوا البينج بونج كمان. فطارق بيموتهم كلهم مره واحده وبياخد شنطه الفلوس وبينزل. الغريبه انه لما بينزل بيلاقي الاسعاف جت، يعني هو حرفيا الاسعاف جت وهو نازل على السلم. فراح لبنته ولقى العمليه نجحت ومراته جت تصالحه والفيلم خلص. تحس اللي هو يلا 5 دقايق وهنلم الدنيا. يا كابتن يا باشا انت لسه موت 5 من شويه، ايه الكلام؟ ما فيش حاجه خالص عادي. طب ايه اللي خلى مراتك مره واحده تحبك جدا وتصالحك كده؟ التتر اللي نازل ده يا باشا ثانيه واحده ثانيه، في علامات استفهام كتير جدا يا استاذ. طب انا مين هيجاوب على الحاجات دي؟ انا اجزم ان الفيلم ده اكتر فيلم عبثي شفته في حياتي. انا اسف جدا جدا على اللي انا وريتهولك ده، لان ده اكتر فيلم غريب في الدنيا، شكل جمله غسيل اموال. انا مش بتهم حد بحاجه مش قصدي، بس ده انا ما سموهوش فيلم، ده حرام شرعا يتسمى فيلم. فبس ده للاسف كان فيديو النهارده، ووعدني انك هتسامحني على الحاجات اللي انت شفتها دي وبس كده. اعملي فولو على الانستا يا عم وابعت لي كده عايزين نكون صحاب، وما تنساش بيجي الواتساب اللي بينزل عليها فوت عن الفيديوهات. ولو وصلت لحد هنا اول حاجه تبقى فحله عن تيل، ولا يمكن تكون حاجه غير فحل وعنتيل. تاني حاجه عايزك تعرف اني بحبك جدا. سلام.